زهقتِ أكيد من وقفة المطبخ كل يوم، جايبة لِك بقى وصفة تنفع غدا وتنفع عشا وسهلة وبسيطة وإن شاء الله هتناسب إمكانياتِك. كوبايتين من الحليب الدافي، عليهم مكعبين من الزبدة أو السمنة، وعليهم معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من وش الحليب أو قشطة أو زبادي، أي حاجة متاحة. نُص كيلو من الجلاش هابدأ إن أنا آخد نُصّه، هافرد في الصينية ورقة، ورقة، وبين كل ورقة والتانية باحط معلقتين من الخليط واوزعها كويس جدًا. بعد ما أخلّص نُص كمية ورق الجلاش هاحط الحشوة اللي تناسبِك. أنا حطيت فلفل أخضر وسوسيس، ممكن تحطي جبن بس، ممكن تحطي لحوم أو فراخ بس بشرط تكون مستوية. جبت كمان بيضاية وحطيت عليها ملح وفلفل ومعلقتين من الخليط وصبيتها على الحشوة. فايدة البيضة اللي هي بتخلّي الحشوة تبقى متماسكة، وفي نفس الوقت الفطيرة بتكون مُشبعة أكتر. بعدين حطيت شوية من الموتزاريلا برضه في قلب الفطيرة، وكمّلت بقى بقية ورق الجلاش، وكل بين ورقة والتانية برضه باحط معلقتين من الخليط لحد ما أخلّص كل كمية الورق، وصبيت على الوش كل بقية الخليط المتبقي. حطيت كمان على الوش عشان تبقى شبه الفطير الشرقي بواقي كده من الفلفل الأخضر وقطع من السوسيس، ودخّلت الصينية على القاعدة بتاعة الفرن من تحت خالص لحد ما الحواف بتاعتها الأطراف أخدت لون دهبي، خرّجتها وحطيت عليها رشة من الموتزاريلا، ودخّلتها تحت الشواية 5 دقايق مع الملاحظة المستمرة عشان ما تتحرقش. بعد أمّا خرجت عايزة أقول لكم ريحتها تحفة جدًا وطعمها حلو أوي ومُشبعة فعلًا وتنفع غدا وتنفع عشا. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، وما تنسوش لايك وشير لحبايبكم وتعليقاتكم الحلوة.